السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المتابعين الكرام، كيف تتخلص من الإحباط والسلبية؟ لكن قبل تفاصيل، أنا أرجو الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. كم مرة قلت لنفسك أنك ستفعل شيئا ما؟ انعدام التحفيز لديك، لم تلتزم بكلامك وتنهي بك الأمر إلى التأجيل والتسويف مرة أخرى. لا تقلق، لست الوحيد الذي يعاني من هذه الأمور، فحتى أنا والملايين من الناس عانت من هذه المشكلة. واحد، الرؤية الجانبية. تتشوم سلبية، بمعنى آخر التركيز على نصف الفارغ من كوب فقط، وهذا السبب يعود إلى ضعف يقين الشخص بقدرته على إنجاز المهام والتحقيق هدفه. ما الحل لهذا؟ يمكن الحل في جملة هنري فورد الشهير: سواء كنت تؤمن بأنك قادر على تحقيق أمرا ما أو لا، فكل الأمرين صحيحين. الحل يمكن ببساطة في طريقة التفكير: ما تؤمن بصحته هو ما سيؤتيك بالنتيجة التي ترضيك. ثانيا، فقدان الرؤية عن الهدف، أي أن تبقى محبطا لكمية المهام والعمل الذي عليك إنجازه، وتنسى هدفك وطموحك الذي تسعى وراءه. ما الحل؟ تخيل ما ستحصل عليه من مردودية، مدة أو تقدير معنوي في مجتمعك بعد تعبك هذا. احتفل بإنجازات الصغيرة، فهذا سيعطيك أيضا دفعة الأمل. ثالثا، وضع أهداف غير واقعية. فقد تكون أهدافا كبيرة سببا للشعور بإحباط بسبب تعقيدها والكم الهائل من عواقب التي قد تحول دون تحقيقها. ما الحل؟ في الواقع لا ضير من أهداف كبيرة، لكن وحتى لا تجعل منها سببا لفقدان الحافز. اسعى دائما إلى تجزئة هدفك أكبر تحديات صغيرة إلى تحديات صغيرة، الأمر الذي سيعود عليك بنتائج سريعة، بالتالي يشكل حماسك الاستمرار. رابعا، عدم اقتناص الفرص. تحجج من أن الخط لا يحالفهم أبدا. في الواقع المشكلة تكمن في هؤلاء الأشخاص أنفسهم، ذلك أنهم لم يسعوا أبدا لاقتناص الفرص التي تقودهم إلى النجاح والثروة. ما الحل؟ كل ما عليك فعله هو أن تبدأ بالبحث عن هذه الفرص. تعلم أن تجازف قليلا وتخرج من منطقة الراحة الخاصة بك. طلق في الحياة واسعى لتجربة أشياء جديدة. خامسا، عدم السعي للعمل بجد أكبر والتفكير في المردود والمادي قبل بذل أي جهد. إنهم يرغبون دوما في أن يحصلوا على التقدير من الآخرين حتى قبل أن يقوموا بأي إنجاز يذكر. ما الحل؟ يمكن الحل في الاختيار الوظيفة التي تحبها وتناسب شغفك. القيام بأمر تحبه سيجعلك تبذل مزيدا من الجهد فيه، وستفعل ذلك عن طيب خاطر دون أي ملل. سادسا، اللعب دور الضحية دائما. فكل من يحصل في حياتهم هو خطأ شخصا ما، هو ذنب الحاسدين والحاقدين وليس ذنبهم هم. ما الحل؟ اعترف دوما بأخطائك وكن واثقا دوما أن حياتك هي مسؤوليتك وأنت وحدك. أنت السبب وراء نجاحك تماما كما أنت السبب وراء فشلك. أتمنى أن تكون هذه النصائح أفادتكم. شاركها مع من تظنه يحتاجها. إلى اللقاء.